استاذ محمد رمضان عايز يعمل وكيل نقابه الموسيقيين. استاذ محمد اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. انا احمد رمضان. استاذ احمد رمضان انا اسف. يا ريس. انا اسف استاذ محمد رمضان عبده موته. اتفضل. عايز اسال سؤال، ما هي مهنتها؟ ما هي ايه؟ مهنتها. انا عضو نقابه موسيقيين، انا عضو نقابه موسيقيين عندك، وانت شطبتني بامر مش انت بتسال؟ انت بتسال؟ حضرتك كنت تحملي تصريح. ايوه. بموجب الايحاءات وكليباتك المخله تم الغاء تصريحك. طيب. اولا ما ينفعش تنتمي ليها. اسمعي يا استاذه بس. دي مش مهنتك وما ينفعش تنتمي ليها خالص يا شيخ. عشان ده طبعا اما تبقى انت حاصله على تصريح وتصريحك يتوقف من اكتر من سنه وتيجي النهارده تقولي دي مهنتك، دي مخالفه تقاضي عليها وتتحاسبي عليها وتتحاكمي عليها، لان انت ما بتمتهنيش المهنه دي، وعيب اما تقولي ان انت بتمتهني المهنه دي. طب وانتوا فصلتوها علشان الكليبات والايحاءات؟ طبعا ولما الكليبات ارد بقى عليهم. طب خليها. طيب نتناقش عليه ثواني بس. خلينا نسمع. ممكن ارد؟ احنا مجتمع شرقي ممكن ارد؟ في عادات وتقاليد والله، والمجتمع ده ليه عادات وتقاليد. ده قرار نقابه يا استاذ احمد؟ نعم يا فندم. ده قرار نقابه؟ طبعا يا فندم. طيب نسمع النقابه. اولا انت بتقول يا استاذ ان انا اتفصلت بسبب كليبات الخليعه. انا حضرتك كليبات الخليعه دي شغاله زي اللي انت بتقول عليها، اللي هي بتاعت الاخوان يعني تقصدها، شغاله من 2012 من ايام مرسي ما كان موجود. حضرتك شطبتني من النقابه بامر تعسفي ومش من حقك قانونا، وهقول لك مش من حقك قانونا ليه دلوقتي. يا مدام انا برد. انت مش عضوه يا استاذ. انا يا استاذ والتصريح من حقنا في اي وقت نسحبه ادام اخليتي بشروط ما تسحبه. انت ما بتقدرش تنزلي من على المسرح. انا بنزل حفلات انت ما تقدرش تنزلني. انت ما ينفعش تقولي العضوه لان انت مش عضوه واحنا ما يشرفناش ان انت تبقي عضوه. طب بس ما تردش كتير، بس اتكلم معايا بس بطريقه خلينا نسمعها وبعد كده علق. اتفضل. انت حضرتك لما انت شايف ان انا بقدم كليبات خليعه سبتني ليه من 2012 لحد السنه اللي فاتت 2014 لما شطبتني، مع ان القناه فاتحه في شهر 1 وجت اتقفلت في شهر 4؟ حضرتك شاطبني في 4. كنت فين ال3 شهور يا استاذ يا شريف يا اللي بتقول عليا ان انا ما يشرفنيش؟ كنت فين؟ رد. كنت فين؟ ما شطبتنيش ليه من الاول؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان كان في ظروف معينه انا بقولها اهو على الهوا، هم عارفين كويس جدا. واستاذ ايمان البحر درويش دخل في مداخله على الهوا مع استاذ محمد الغيطي قال هم شطبوها عشان مصطفى كامل ساحب المستشار مرتضى منصور. اتقالت. انا اتشطبت يا استاذ بعد المحنه بتاعت الحبس. شطبتني ليه؟ حضرتك مفروض يا استاذ لما يبقى في عضو عندك اخطا بتبعت له. انت دلوقتي مش شخصاني. اسمع بس. انت دلوقتي مش اسمع. لا هي انا بقول اللي حصل على التليفون والناس كلها شافته. اسمع. انا لما انت تيجي تشطبني يا استاذ احمد استاذ احمد ما هي هتعلق. هي هتعلق وبعدين علق انت. المفروض ان انا ارد. لا انا اللي ارد، انت ما تردش، انا اللي ارد. خليها تخلص تعليقها وعلق. انت كنت بتقابلني في الشارع عند جامع مصطفى محمود وتقول لي يا فنانه القناه بتاعتك كده وانا عايزه اشتغل معاك. اسكت خالص. اعوذ بالله. حاشا لله. اقسم بالله العظيم حصل. انت راجل ما بتقولش الحق. بص يا استاذ وائل، هو بيعمل ايه؟ هو المفروض لما يبقى في عضو عندك طب بيعمل ايه؟ بيبعت له انذار مره واثنين وثلاثه ويحقق معاه مره واثنين وثلاثه وبعدين في حاجه. خلينا نسمع يا استاذ احمد. هتعلق والله. خلينا نسمع يا استاذ وائل. هو ليه سابني اقدم كليبات خليعه على القناه اللي مش عاجباه اللي كان عايز يشتغل فيها؟ المفروض يبعت لي انذار مره واثنين وثلاثه وبعدين يحقق معايا مره واثنين وثلاثه وبعدين في حاجه اسمها ايقاف عضو. انا كنت عضو عندك بقالي 7 سنين مش بتصريح، وانت عارف انا كان معايا كارنيه ومعايا صوره الكارنيه بتاعي. انا لو عايز ارجع النقابه انا لسه على ذمه النقابه. ليه؟ استاذ ايمان البحر درويش واخد حكم اداري بابطال انتخابات 2012 اللي فيها والاستاذ مصطفى كامل. استاذ مصطفى كامل دلوقتي مش نقيب. طيب. استاذ مصطفى كامل وكيل نقابه، يعني مش من حقه يمضي اي قرار لان الانتخابات باطله اللي نجح فيها مصطفى كامل. فانا دلوقتي هم فاصليني تعسفي، لكن انا بنزل حفلات وبقول لك يا احمد يا رمضان الجدع فيكم نزل لي من حفله على المسرح وانا بنزل حفلات وبقولها لك. طيب. انت وكل مجلس الاداره بتاعك. استاذ احمد رمضان
الجدع فيكم ينزلها من مع مصر، يبقى الجدع فيكم ما يدخلهاش مجلس الشعب بقى. بس الجدع فيكم ما الجدع يدخلهاش البرلمان وروح قدم فيها بلاغ. وانا قلت لك قبل كده، انت قلت عند الاستاذ محمد الغيطي ان انت بعت انذارات. استاذ محمد الغيطي طلب منك تبعت الانذارات، ما بعتش حاجه، وقلت لك ساعتها على الهوا انت كذاب، انت ما بعتش انذارات. وريني الانذارات اللي انت بعتها لي عشان تحقق معايا. اشمعنى فصلتني في الوقت ده؟ طيب خلينا بقى اسمعوا بقى. استاذ احمد اتفضل. يا استاذ وائل، اتفضل. الاستاذه اللي بتقول لك انا عضوه دي مش عضوه. هذه السيده كانت تعمل بتصريح يا شيخ، وخلفت شروط التصريح. انا واحد من الناس اللي بتقول لك كنت بقابلها في مصطفى محمود، فوجئت واحنا قاعدين في النقابه داخل علينا حد بيقول شفتوا القناه بتاع السما المصري بعد 4 شهور سما عملت قناه، فتحنا التلفزيون اتفاجئ بعد 4 شهور ان في قناه اسمها فلول. وبناء يا راجل عيب، عيب تاني وتالت، لان انت مخالفه لشروط التصريح. وكنت فين يا بيه بقى من شهر 1؟ كنت فين؟ طيب انت ما سمعتش عن قناه فلول الا في شهر 4 يا راجل؟ او طلعتي حفله او اشتغلتي على مسرح ومسكتي ميكروفون وغنيتي هتتحبسي. طب ابقى وريني هتحبسني ازاي؟ ابقى وريني هتحبسني ازاي؟ وريني هتحبسني تمام ازاي؟ كده، تمام. لا انت هتحبسها مش هتدخلها مجلس النواب كده. ابقى وريني يا استاذ هتحبسني ازاي يا استاذ احمد رمضان؟ بسلمني على المدام بس. التصريح اتسحب التصريح بتاعها، يبقى لا يجوز لها ممارسه مهنه الموسيقى والغناء. يعني انا كنت عندك مطربه مش رقاصه صح؟ انا كان تصريحي مطربه ولا رقاصه؟ يعني ايه تصريحك مطربه ولا رقاصه؟ ده تصريح عندك رقاصه ولا مطربه؟ انا ما بطلعش تصاريح رقصات. خلاص قول للاستاذه اللي عماله تقول لي من الصبح رقاص. يلا استاذ احمد رمضان، مش مصدقه انت ان انا عضو نقابه موسيقيين. استاذ احمد رمضان الف شكر.